30 آب 2017 أعلنا انتهاء معركة فجر الجرود ضد الإرهاب وتحرير الأراضي التي احتلها تنظيم داعش والنصرة. اليوم وبعد 6 سنوات نعلن اكتمال التحرير بإعلان جرود عرسال وراسب علبك خالية من مخلفات الحروب. هذا الالتزام تجاه أهلنا في عرسال وراسب علبك والقاع نترجمه اليوم بتسليمهم أراضيهم بعد تحريرها من الاحتلالين، وندعوهم إلى استثمارها وتحويلها من أراضٍ جرداء إلى مساحات خضراء مفعمة بالحياة والأمل. بدأ الجيش عملية تحرير جرود عرسال وراسب علبك والقاع من الأجسام المتفجرة فور استعادتها من يد الإرهاب، ما سهل استحداث مراكز عسكرية على طول الحدود، وربط هذه المراكز بشبكة طرقات واسعة تم وضعها بتصرف أبناء المنطقة للوصول إلى أراضيهم بسهولة وأمان. وهنا أجدد الشكر للدول الصديقة وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية عبر برنامج دعم الحدود 1226، ولكل أصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا في إنجاز هذه الطرقات حتى أصبحت بمثابة شرايين الحياة للمنطقة. انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أو نقص العديد، لكن عسكريين يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح الغير الشرعي. يتعرضون لشتى أنواع الشائعات والاتهامات بالتقصير، فيما الحقيقة تثبتها الوقائع اليومية بالجهود الجبارة التي تقوم بها الوحدات المنتشرة على الأرض. من هنا أدعو كل مشكك لزيارة الحدود والاطلاع ميدانيا على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريبا، فكفى تنظيرا واتهامات باطلة وليقفوا خلف الجيش، لأنه كان صمام الأمان للبنان وسيبقى كذلك ولن يحيد عن قسمه وواجباته. رغم الظروف الصعبة التي نمر بها لا يزال عسكريون يتحلون بالإرادة وينفذون مهماتهم بكل اندفاع واحتراف. إنه بصريح العبارة التحرير النهائي للجرود، ونحن موجودون في ربوعها بفضل تضحيات الجيش اللبناني الذي حررها من الإرهاب في معركة فجر الجرود. ويحدوني الواجب أيضا أن أخص سيادة قائد الجيش بتحية خاصة نابعة من القلب، وهو الذي يخوض 3 معارك وعلى جبهات مختلفة وفي ذات التوقيت: معركة الحفاظ على المؤسسة العسكرية عبر تمكين رفاق سلاحه من مقومات الصمود في مواجهة الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان، ومعركة الحفاظ على الاستقرار الأمني والسلم الأهلي في ظل ظروف استثنائية، ومعركة الدفاع عن لبنان في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي المعادي والإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة.